السلام عليكم. أتمنى هذا الفيديو يوصل لكل شخص مغربي داخل وخارج المغرب، ولكل شخص يتساءل عن المغرب وأهل المغرب. أنا يا أخوان كسوري أحمل الجنسية السويدية ومقيم في قطر، حاب أنوه على كم شغلة، فأتمنى الكل يسمعها، وأتمنى هذا الفيديو يوصل للكل وشير على قد ما تقدر. يا أخوان، في كم شخص سوري وفلسطيني نزلوا على المغرب على أساس أنهم مشان يساندون أهل المغرب. فأنا أقول اللي بده يساند واللي بده يوقف وقفته يوقف في بداية المصيبة مو بنهايتها. ثاني شيء، أهل المغرب مو بعازة، الحمد لله هذا فضل من الله. أهل المغرب عاز دعانا بس، لأنه الحمد لله المغاربة أثبتوا تضامنهم وأثبتوا حبهم بعضهم بهذه المصيبة، والله يبعدنا عن المصايب جميعا. أهل المغرب جمعوا بخلال أسبوع 500 مليون دولار. أهل المغرب الشعب العادي البسيط اللي ما عنده ساعد بالمعونات اللي هي الأكل والشرب، وقدموا من اللباس والشيء اللي يقدرون عليه. ثاني شيء، لك المغرب الله يطول بعمره يتكفل بكل يتيم، وتكفل بكل شخص تضرر، وتكفل بكل بناء راح يصير، لكن المسألة بدها شوية وقت، وما بشي يصير بليل وضحاها، إن شاء الله فترة قصيرة وكل شيء راح ينحل معاهم بإذن الله تعالى. أنا كرأي شخصي، أنت بدك تسوي الحركات هذه اللي التبرعات والسوالف هذنا، يا حبيبي أهل سوريا وأهل فلسطين هم أكثر بلدين بالعالم محتاجين التبرعات من بعد إذنك يعني، فسوي هذه لبلادك ولبلاد الأشخاص اللي معاك. هذا كرأي شخصي. ثالث شيء، الأشخاص هذول السوريين والفلسطينيين صاروا يغلطون على الشاب المغربي اللي هو هاجمهم، واللي هو رفض أنه يصور ولد بلاده وغار على ولد بلاده. لو أنا مكانه راح أسوي أضرب من كده، راح أسوي أضرب. إنه أنت جاي شخص غريب تشحد على أهل البلاد ونحن منقصرين، ما أرضاها. فمن حقه الطبيعي يسوي الشيء هذا، إنه ما يخليك تشحد على أهل بلاده وما يخليك تصور أطفالهم، لأنه الطفل بالأخير راح يكبر وراح يشوف حاله على السوشيال ميديا وراح يخجل من حاله. فمرفوض رفضا بات تصوير الأطفال، لأنه الطفل ما له على إدراك إنه إيش راح يصير مستقبلا. رابعا، ونبلش رابعا بوست على من المغرب يا حبيبي لأنه هذا غالي. رابعا، أنت قلت إنه أهل المغرب استقبلوك أحلى استقبال لما دخلت المغرب، لكن لما شافوا تصرفاتك غلط وفي شيء غامض والعلم عند الله، رفضوك الشعب والحكومة. وهنا أنت صرت تتكلم عن أهل المغرب إنه حرامية وسراقين وما أنصحكم بالزيارة، والمغرب مو كويسة وشعبها مو كويس. فلما تجيب سيرة المغرب حط ايدك على راسك، لأنه أول شيء المغرب رقم 1 كدول عربية بالسياحة، فأنت ما تقرر هذا الشيء. ثاني شيء، كطيبة ونخوة أهل المغرب وكرمهم معروفين بكل العالم، ليس بالمغرب فقط، بالمغرب وخارج المغرب. خامسا، أنا نزلت فيديو هلا لأهل المغرب وتضامنت معهم فقط في دعائي. شفت كمية حب وكرم ما شفتها بحياتي، وإجتني رسالة من المقربين الأوائل لملك المغرب من شخص يعني، وسوالي دعوة خاصة وكتب لي في الرسالة إذا جيت المغرب وما كتبت له راح يزعل مني. فتخيل قد هم متواضعين وحبوبين ولطيفين وأكابر. تحيات أهل المغرب، والله كنحبكم بزاف، كنت حمق عليكم. تحياتي لكم، باي باي.